كاين ثلاثه المراحل. المرحله الاولى هو ما مباشره ما بعد الخطاب، هما طلعوا اللايفات وطلعوا يحاولون تفسير او لا تبرير ما قاله تبون. وبما ان النظام فهو من اكبر المتتبعين ديال السوشيال ميديا، فحسوا بان هذوك الرواد ديال السوشيال ميديا الجزائر غادي يورطوا النظام اكثر ما هو تقرط من الخطاب ديال تبون. فخرجوا الاذاعات الرسميه باش تحاول انها تملص تبون من الخطوره ديال الخطاب ديالو، بانه راه ما ذكرش مصر وما كانش كيقصد بانه تحريك الجيش لاغراض غير البناء ديال المستشفيات. فرجعوا المرحله الثانيه انه بداو كيحاولوا انه يمتصوا داك الشراره اللي بغى يخرجوها بانه راه تبون بغى يديروا بغى يفعلوا، ولاو كيقلصوا داك الاهميه ديال الخطاب، ومن بعد اختفوا. دونك نظن انه كاين ثلاثه المراحل، وكنظن بانهم باينين بالنسبه للناس اللي كيتبعوا اللايفات. السلام عليكم اخي بطار. وعليكم السلام. معذره اخوي هشام، بس بعد اذنك خلينا نشوف اخوي اي دي اي، بس بعدين استاذ هشام، بس خلينا نسمع صوت اي دي اي. تفضل اخوي. السلام عليكم اخي بطار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسف على التاخير يا اخي، تفضل. عادي تحياتي للاخوان كاملين اللي في الجيست وحتى اللي في البث بصفه عامه. انا المداخله ديالي سهله خفيفه بالنسبه للخطاب ديال عمي تبون ولا عمهم تبون. عمنا كلنا على كلامهم. بالنسبه لي خطاب ماشي جديد، ماشي اول مره غادي يخطب بحال هذا النوع ديال الخطابات. خطاب شوشاعي كيعرف مع من كيهضر مع شعب ممكن نقول لك مغيب ولا مسطول، وخصوصا الناس اللي كاينين داخل الجزائر. اما اللي على برا ممكن شي شويه منهم فاهمين وعارفين ويقدروا يهضروا، اما الناس اللي كاين داخل مساكن ما يقدروش يهضروا، لانه كل شيء كيعرف بلي الا انتقدوه غادي يمشيو للحراش ولا غادي يغبرهم كما تيقولوا. كتفهمني يا خويا بالطريق؟ اي فاهمك اخويا. وبالنسبه لتبون، انا كنتمنى ينجح في الانتخابات العوده الجديده باش نتوانسوا معاه عاوتاني وضحكنا، ولاني كنتسناو خطابات ديالو بفارغ الصبر حيت كيضحكنا بزاف. الله يستاهل عليه، الله يطول في عمره. اللهم امين. الله يحفظه. لا انا لي وجهه نظر اختلف معك اخوي اي دي اي. انا رجل راح انتخب او راح افتح بث انتخب او راح افتح بث الجزائر في قضاياها ومشاكلها سعيد قحيبه، لانه هو دخل في المرحله الاولى. المرحله الثانيه خسر، ما ادري هو بيدخل ولا لا، بس اتمنى ذلك. لا هو مش موجود معاه، يعني مش من الناس اللي مرشحين هالمره. كان السنه الماضيه كان صح. والله للاسف. ان شاء الله باذن الله انه راح يدخل، راح نحاول نطالبه بالدخول باذن الله ان شاء الله. انا سمعت واحد النقطه اخرى قلتوا انقسام الجزائر. انا بالنسبه لي ما بغيتش الجزائر تقسم. علاش؟ لانه اذا تقسمت الجزائر او كانوا فيها حروب داخل غادي يجيو لعندنا الجزائريين وغادي يبرزطونا بصالح العباره يعني. لا شوف استاذي يقول لك المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين. اخواني المغاربه استقبلوهم عام 1959، وخاصه في مدينه فجيج استقبل اكثر من 4000 لاجئ فار من الاستعمار الفرنسي. ولكن للاسف وجدت ان بدل ما يحترموا من آواهم ومن كساهم ومن أطعمهم ومن فتح لهم بيوتهم، لقيتهم يسيئون لكم. وهذا شيء يعني لا أحد يستطيع أن ينكره. كذلك لا ننسى واقعة 1957 في أول عيد يوم الأضحى أو أول عيد الأضحى المبارك، يعني كان طرد أكثر من 350 ألف نسمة. فللأسف يعني هذه الدولة التي تنكر المعروف وتنكر الجميل، ودولة عائشة على الرذيلة وبيوت الغير شرعية. خليني أكون محترم معهم يعني. والأطفال اللي مرمية في الزبايل ويجيك يتحدث عن الشرف. لا بالعكس يا أخي، إن شاء الله أنهم ما يحاولوا يقربوا المغرب، لأنهم أساسا لا يستطيعوا الذهاب إلى المغرب، لأن راح يكونوا في استقبالهم أبطال المغرب وأسود الأطلس. ما راح يضربوهم بالسلاح، لا راح يعروهم من ملابسهم، يرجعوهم للثورة الداخلية. لأني أنا زي ما قلت قبل شيء أتوقع، وهذا لا أتمناه، بما أن الملف الجزائري على الطاولة الروسية.
طيب صح. خليني نسمع اخوي هشام. مرحبا اخوي هشام، لك وحشه والله. السلام عليكم. والله العظيم يا حبيبي يا بطار، انت تاج فوق راسي والله الله العظيم. يرفع قدرك والله، لك وحشه اخوي. يعني كم لنا ما شفناك، انا اساسا مقصر بعض الاحيان في البثوث انا حسب. كنت مسينيالي، مش مشكله. عليكم السلام شغال. احنا في جهاد. المهم، الحمد تفضل. لله احنا ملوك ابناء الملوك، ولا يهمنا هذا كلام الشواشع. المهم، انا عندي سؤال والله العظيم حيرني، وحاب اعرف مين فينا يرد لي على هذا السؤال. الحين هذا الطبون يقول انه باغي مصر تفتح لي الحدود عشان يبعث الجيش. الجيش. بعدين واحد اشر له من وراء الكاميرا قالوا لا، قالوا عشان يبنون مستشفيات، لان الجيش اساسا في الجزائر ما يقدر يطلع برا حدوده يحارب، فيطلع برا حدوده يبني المستشفيات. وكلنا نعلم ان المستشفيات في الجزائر بنوها دول اخرى، مثل السعوديه بنت 3 مستشفيات، مستشفى في تيسي وزو، ومستشفى في عنابه للامراض الخبيثه، ومستشفى كذلك اتوقع على حدود مدينه الجزائر اذا ما غلطت انا في الموقع. لكن مدينه دوله مثل الجزائر تطلع برا الجزائر ليش؟ لا، الجيش بيطلع يا ناس. انت عارف ان حفتر يقول لك لو اساسا عبد المجيد تبون وشنقريحه لو جو على طرف الحدود راح يربطهم في الجمال ويسحبهم، فهم ما راح يقدروا. يعني كنت اتكلم بواقعيه شويه يا ناس، خلونا. هو بس يبغى يبني مستشفيات. طيب السعوديه بنت مستشفيات في فلسطين بدون ما تفتح الحدود، وليس لدينا حدود مع فلسطين، لكن دون ما تفتح الحدود. وكذلك الامارات، وكذلك المغرب، وكذلك الدول الشريفه ومصر، كل يمكن الوحيده مصر اللي معها حدود، ولكن باقي دون حدود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخوي بطار، انا سؤالي المحوري كيف دخلت جمعيه البركه حق الشيخ احمد الذي استغل نساء غزه؟ من اين دخل؟ دخل من الحدود المصريه يقولون. وليش طبون الحين يطلب بفتح الحدود؟ ما هي داخله عنده جمعيه البركه، هذا اللي استغل النساء، اللي استغل الغزاويات. ومنين كان هذا دخول مساعدات لهذه جمعيه البركه؟ هذا السؤال ممكن نوجهه للجزائري، اذا كان في جزائري عنده الاستطاعه انه يجاوب على هذه النقطه. بالعكس يا مرحبا. اليوم شوف، احنا بنحاول نتكلم بأريحية، نعطيهم فرصة، ولكن تدري ايش المشكلة؟ انه اكثرهم يطلعون ويسبون. زي الان في واحد منحط تحت قبل يومين او 3 ايام طلع معي في البث وقال حاول اني بتفاهم معك يا بتار. قلت تفضل، طلعته قست، سألني سؤال جاوبته. قلت له انا بسألك سؤال، هرب. ثانيا اخي بتار، انت فتحت فرع حق المستشفيات. الله اعلم انتم لم تعيشوا معنا مرحله كورونا. في كورونا، مرحله كورونا، كانوا الجزائريين يموتون امام مستشفيات لعدم وجود الاكسجين. كانوا الجزائريين يموتوا امام مستشفى الاكسجين، كانوا يموتوا. وفتحت ملف ثاني هو حق حفتر عنده فيديو الحين، الفيديو هو منشور، ولا بغاو الدليل نوريو لهم. وصل للحدود والجيش الكرغولي هرب من الحدود بمجرد ما شاف احفاد عمر المختار رحمه الله، شافهم هربوا وتركوا الحدود فارغه على عروشها. يلا لكم المايك. شكرا يا اخوي. طيب خلينا نشوف اخوي محمد. تفضل اخوي محمد. السلام عليكم. سمحوا لي اتصلت بالعدوى الشنقريحيه. كيف حالك يا اخي بتار؟ كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي الله يحفظكم، عندي 2 سؤالات. هل السعوديه من مشات من بنات المستشفيات في الجزائر، هل صيفطت الجيش ام شي حاجه اخرى؟ والسؤال الثاني، هل الشهداء الجزائريين كاينين في 48 كما قال سيدهم تبون؟ وشكرا. هادو مسؤولين.
طيب سي بطار تفضل. هو جا جواب من فلسطينيين كيجاوبوا تبون، قالوا له ودي ولا تكلف نفسك، انت بس ارسل المعدات وحنا غادي نقوموا بالبناء. قالوا له لا ترسل معدات، ارسل بس فلوس ولا نبغى منك شيء. هم عندهم معدات، عندهم كل شيء. ولكن انا قلت لك هو مع الحماس عشان الانتخابات، وانت عارف ان القضيه الفلسطينيه صارت تجاره بالنسبه للجزائريين. الان اي واحد يبغى مثلا الشعب يتعاطف معه يقول لك عاشت فلسطين فلتحيا الجزائر. طيب خليها فعلا، خلي فلسطين تعيش ان شاء الله وتتحرر، ولكن ليش أنت ترسل جيش بعدين تقول لي بناء مستشفيات؟ يعني هل الجيش يعني في جميع الدول للحرب الدفاع أو الهجوم؟ إلا في الجزائر صنع الجيش لبناء المستشفيات، وصنعت الأحزاب زي رئيسة حزب العمال هذه لويزة حنون، هذه أتوقع أنها أرجل من قائد الجيش عندهم. أنت شفت مقابلتها آخر مرة كيف تتكلم؟ كلها رجولة. يعني أنا للأسف وجدت أن الجزائريات أرجل أو يعني أقوى من رجالهم نفسهم، لأن هم الجزائريين وجدت أنهم ذكور فقط ليس رجال. فأعتذر عن الكلمة. يعني أنا يوم شفت عبد المجيد تبون كيف يتكلم على، ولا سمحتي أخ بطار، هو بقراءة يعني أنا شفت الفيديو ديال التصريح ديال الخطاب ديال تبون، فيه جوج مرحلات. في مرحلة كان فيها الادرينالين طالع والحماسة، والمرحلة الأخرى يمكن كانوا إشارات من جهات وسط سميتو بأنه هبط شوية راه خرجتينا في حيط. هي فاش ذكر لنا بني 3 مستشفيات في 20 يوم، يعني حتى الانفورماسيون ما حتى المعلومه ما غير ما متاكد منها ولا غير لاحها باش خيمه باش يستدرك. لا باش يستدرك انه راه مشى بسرعه كبيره. وهادشي علاش انا بنشرح لك انا هادشي، لانه احنا كنعرفوا كاملين بانه كاين طيارات في النظام العسكري الجزائري، كاين طيارين او 3 طيارات، كل واحد كيبغي يجبد الرئاسه اللي عنده. وكنظن بانه المستشارين اللي عند تبون واللي عطاوه كتبوا له او اقترحوا عليه هذا الخطاب هذا ورطوه، حاول المتشبتين بالنظام الحالي انهم يستدركوا الموقف في اخر الخطاب وحتى عبر القنوات من بعد الخطاب. فهذه قراءة ديالي، وكنظن بانه قريبه للصواب، لانه كنظن بانه كان واحد المستوى او لا واحد المستوى ديال الخطاب اللي غادي انه بانه راه غيمشي لواحد النقطه كبيره، نقطه عاليه بالنسبه للمستوى ديال انه يخدم الجيش ويمشي يطلب المعبر من مصر. يعني كلشي غادي يتوقع بانه غادي يحارب، ولكن باش يتراجع في الاخير ويقول بانه لا غادي نمشي نبني 3 مستشفيات. علاش بالضبط 3 مستشفيات؟ علاش اصلا المستشفيات؟ وعلاش غادي تديرها في 20 يوم؟ دونك كنظن بانه كانوا اشارات وسط الخطاب بانه خصك تهبط النيفو ديال او المستوى ديال الشحن ديال القاعده اللي كاين قدام. اخي مديلو ما عرفتش واش سمعتي بان تقول اليوم طرد هذا اللي كتب لي المساجات اللي قال لك كما فعل شنقريحه الذي طرد مدير الاذاعه الذي بس فطرد. والله ما فراسي هذه المعلومه هذه، ولكن انا كنت نتوقع بانه غيكون اليوم طرد اللي كان عنده في القضيه ديال اللي شاد لي القضيه ديال المهم اللي كتب ليه، نقولوا احنا اللي كتب ليه. ثانيا انا اتخيل اخي اسمح لي الله يرحمه لي، انا اتخيل هذا ولد الحرام هذا الشيخ احمد اللي يرسل الحين تبون لما يرسل هذا 100 طبيب، هل اتوقع انهم يكونوا زي الشيخ احمد، لان عندهم سابقه انهم دخلوا لمساعده الليبيين وسرقوا محلات المجوهرات والليبيين طردوهم، ولهذا المغرب لم يقبل مساعدة أبو تقبة، لم يقبل مساعدة كراغلة، لأنهم أينما كانوا أينما حلوا يحل الخراب ويحل الفساد. نعم صحيح. طيب خلونا ناخذ بعد إذنكم دي إذا عندك مداخلة ولا احتاج مكانك إذا سمحت لي بالله. لا ما
تفضل بعد اذنك، احتاج مكانك الله يحفظك. ما في مشاكل. اوكي أخي تحياتي. بطة أنا حنزل الآن. لا انتظري يا اختي شغف، انا اساسا سمعتك اليوم تتكلمين في بعض النقاط، فاحنا نبغى نقاش نستفيد منه. معلش يا قستات والله اخذكم بالدور، صح في ناس عزيزين على قلبي ولكن من باب ناخذكم بالدور. طيب تفضلي يا اخت شغف. السلام عليكم الإخوان، السلام عليكم أخي بطة. عليكم السلام ورحمة الله. شغف. الله يحفظك حبيبتي مايم. بغيت اخويا بطة، بغيت نفكركم في واحد الفيديو كاين واحد اللقاء كاين ديال حسني مبارك، كان في ايام وفي زماناته في العهده ديالو كانوا الجزائر تاني ناضوا كيقولوا نطالب بمصر بفتح الحدود وكذا، نبغى نحرر فلسطين وهذا واليمن وليبيا اي وصدام حسين. وكان خرج حسني مبارك بواحد الجمله ديالو شهيره، هي غادي الا كان ممكن اخويا بطه لكم باش تشوفوا صوت وصوره، باش تشوفوا ان المصريين فيديو بيحضر البث، ما صوت ما في مشكله. سمعوا الصوت من الاحسن يعني. بسم الله. احنا مع فلسطين. ما تنسيت حد مسك ايدك حررها، والله العظيم اخدك بالحضن وابوسك ويا مرحبا وسقف لك وماشي روح حررها. احنا مع فلسطين. ما تنسيت حد مسك ايدك حررها، والله العظيم اخدك بالحضن وابوسك ويا مرحبا وسقف لك وماشي روح حررها. إذن هذا كان جواب حسني مبارك الله يرحمه على هذاك الشوشعيات والخطابات البهلوانية اللي كيمرروها علينا هاد كوكب لالا. بالنسبة للخطاب ديالو يا أخي بطة اللي تكلم فيه على أنه أنا اللي تعجبت ليه أنه تكلم على في مدة 20 يوم سوف يبني هذا 3 مستشفيات والجيش هو من سيتولى ذلك. إلا رجعنا بغينا نصحوا هاد المغالطات اللي كيقول اصلا حنا كنعرفوا ان الجزائر هي اللي نفسها لم تبني شيئا. حنا كنعرفوا ان فاش طلبوا هما بارجاع الحديد اللي بنات به فرنسا، هذاك مسمار الحديد، هذيك لا طور ايفل، المعلمه التاريخيه بباريس، كانوا الجزائريين كيطالبوا بالحديد اللي تبنات به. خرجوا الفرنسيين كيطالبوا بالبنيات التحتيه اللي كاينه في الجزائر، خرجوا كيطالبوا بالقطارات، بالمستشفيات، بالجامعات، حتى بالادارات العموميه اللي هي خالصه ملكيه خاصه بفرنسا. فاش كتجي كتسمع كيقول لك انه غادي يبني 3 مستشفيات في 20 يوم، وهو كنعرفوا ان حاله مستشفى هذاك مصطفى باشا اللي كاين في العاصمه حاله يرثى لها. الناس كاينين فيديوهات كثيره اللي يتكلموا فيهم الجزائريين على ان النساء يلدن في الشارع، على انه الحشرات والحيوانات الضاله كاينه في المستشفى، على ان المستشفى يفتقر لابسط الادويه وابسط دوك الحقن اللي خصها تكون، على ادوات التنظيف، يتكلموا على النظافه، وعلما ان هذا المستشفى هو ارث كيف قال ابو جرى السلطاني تركه ايجابيه في ذاك الجانب. حتى هذا ما استطيع. نعم خويا، اقول اضاف عليها ما يستطيع ابو جرى السلطاني. اي والله حتى هاد المستشفيات اخويا هي يا اما ارث انكشاري يا اما ارث فرنسي. البنيات التحتيه نفس الشيء، الادارات العموميه، الابناك، المدارس، الجامعات، المستوصفات، الطرق، القطارات، كل شيء اللي كاين تما كله ملكيه خالصه لفرنسا. والدليل على انه اي اصلاح او ترميم اللي بغات مثلا الجزائر تعملوا تيخصها اوتوريزاسيون، هذا تصريح، تيخصها تصريح من الاداره الخاصه التي تعنى بهذه الامور في وزاره الداخليه الفرنسيه، باعتبار الجزائر شأن داخلي فرنسي تابع لوزاره الداخليه الفرنسيه. وهذا الشيء اللي كنقول لك اخويا بطار كله موثق وكله بشهاده. انا كنجيب الشهادات وكنجيب حقائق ولا فيديوهات ولا من لسانهم او من الارشيف الاسباني والارشيف الفرنسي، ما كنجيبش شي حاجه قالوها المغاربه او قالوها الاخوان الاخرين العرب. نعم صحيح، وانا كذلك دائما احاول قد ما اقدر اني اجيب مصادر تكون جزائريه لكي لا يستطيع الجزائري ان ينكر. وللاسف يقول لك هذا معارض
هذا مهلوس، هذا بتاع مخدرات، هذا مريض نفسي، ما ادري من فيهم صاحي. ولكن بعد اذنكم خلونا ناخذ الاخت مريم بعدين. ترى واحد المداخلات بسيطه على الاخت ذكرت بان حسني مبارك كان جاوب على الطلب ديال اليمنيين والعراقيين على اساس باش لا هو كان الرد هذا الكلام هذا لعلي عبد الله صالح في ذلك الوقت في نفس السياق. انا كما قلت لكم بانه راه السيسي اذكى وقيل من حسني مبارك، لان حسني مبارك تسنى حتى دار له الطلب. اما السيسي بحال قلتي تبرأ من هذوك اللي غادي يجيو من بعد يقولوا له بان ما فتحتيش من عبر ديال رافع. وانا دابا ندوز لكم التسجيل ديال الخطاب ديالو باش تسمعوا بالضبط شنو قال. تفضل. ما وصلناش في اعلى تقدير، يمكن من يومين ثلاثه اكثر من 200. اسمحوا لي. تكبيس يا شباب وتشير، الله يحفظكم. 220 شاحنه. كتسمعوا؟ طب الناس دي عايشه ازاي؟ قطع الصوت يا عادل. دقيقه. الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا انا هقول لكم كلمه صعبه قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش اقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر معبر الرفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في ال7 أيام في ال30 يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. سمعت. اي سمعتك اخوي عادل، سمعتك. اوكي، باش نعرفوا بانه هاد المزايده على الصف فرا مردود عليها. شوف استاذ عادل، للامانه مصر لم تتاخر. عليكم السلام سلطان الحب. مصر لم تتاخر في اي موقف. مواقف مصر مواقف مشرفه من ايام السبعينات، لا ننكر هذا الكلام. خلينا ناخذ اخت مريم. تفضل اخت مريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع خطاب عمي تبون، كان سبقني لا أعتقد من في الإخوان وقال أن يعني لما كان يلقي الخطاب وبتلك الحماسة كأنه جاءه يعني إشارة بأن يتوقف. والله أنا لا أعتقد. هو مهبول، والخطاب كان يعني غير متسلسل وكان مزايدات وإلى غير ذلك، ولكن نقطة تحسب له هي نقطة الطريقة التي ألقى بها على موضوع فلسطين، عندما قال أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله. هذه طريقة يستعملها كل الرؤساء اللي مروا على الجزائر في خطاباتهم، وعودوا لبوتفليقة وطريقته في الخطابة كيف كان يتكلم. هذه هي طريقتهم، أنه يعطيك خبر ينزل عليك كالصاعقة ثم يصب فوق رأسك سطل ماء فتحس بتفاهة الخبر. هذه هي طريقتهم. راجعوا خطابات بوتفليقة وراجعوا خطابات الهواري أبو خروبة، ستجدوها أنها بنفس الطريقة. فالذي أشار عليه أظن أنه دربوه كيف يلقي هذا الخطاب، لهذا كان يتكلم بتلك الحماسة ويقسم. وبعد أن انتهى الناس من التصفيق صب عليهم سطل ماء وقال لهم يعني أن الجيش ليس لتحرير غزة ولكن فقط لبناء المستشفيات. ولم يصفق الجمهور. سأعود لتحليل الخطاب الآن. أولا هذا الخطاب يبين على أن هذا الرجل يعني صراحة هو يعطي صورة بس سيئة. بعد إذنك أخت مريم فايبر إذا سمحت لي بمكانك الله يحفظك، كان في قستات. أنا بنزل. لا خليك أستاذ عادل أنا أبغى أتناقش معك، لأن فايبر عنده مداخلة يسمح لنا بس. بعيد عن الجوال أخ فايبر. طيب لأن في عندي قستات. تفضل يا أخت مريم، آسف على المقاطعة. لا مشكلة.
قلت لك هو الصراحة هذا الرئيس أعطى صورة سيئة عن الرؤساء العرب. ميوت مغربي. تحياتي العزيز بطار الحبيب الرجل الأسد. الله يرفع قدرك. الله يحفظك. أنا غادي تعطيني واحد 10 دقائق خليني معاك 10 دقائق غادي نمشي للدار. عندي ما نقول لك، عندي ما يفيد. ابشر ميوت. الله يحفظك. تفضل اخت مريم. معتذر. لا ما مشكل. قلت أنه هو هذا الرئيس يعني أعطى صورة سيئة عن الرؤساء العرب. أنا أكون دقيقة في الكلمة عن الرؤساء العرب، يعني فعلا أعطى صورة سيئة عنهم لأنه رئيس مهبول بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهو يجب ربط الخطابين. الخطاب اللي كان قبل من الحملة الانتخابية كان في خطاب كان يجلس مع 6 3 من اليمين و3 عن الشمال، 6 شباب، وتكلم فيه عن إنجازاته التي لا تعد ولا تحصى، وفي الحقيقة هي من وجهة نظري أنا عن مصائبه وما فعله في هذه العهدة بالشعب الجزائري. تربطه أنه في ذلك الخطاب كذلك تمسح في القضية الفلسطينية، قال نحن نناصر الشعوب المستضعفة، القضية الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، تكلم عن القضية الفلسطينية. وبعد 3 أيام وهو في الحملة الانتخابية كذلك تمسح في القضية الفلسطينية. والصراحة هذا شيء مخزي، من المخزي فعلا أن يتمسح رئيس في حملة انتخابية بقضية شعب يناضل ولا زال يناضل لما يزيد عن 70 يعني سنة، ولديه يعني ما يكفي من الجراحات ومن المصائب، أن يتمسح هذا الرجل فيه. سبحان الله، يريد أن يبني مستشفيات في غزة. أين كان من 7 أكتوبر؟ طب نسي نوفمبر ونسي ديسمبر ونسي يناير ونسي فبراير ونسي مارس، افتكر فقط المستشفيات والإخوة الفلسطينيين فقط في حملته الانتخابية. والله لا شيء مخزي. كذلك حاول أن يحرج الرئيس السيسي أو يحرج الدولة المصرية، وهو تعمد ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم يعني أن حفتر تدعمه مصر، فلهذا حاول يعني أن يحرج السيسي، ولكن مع من يتكلم؟ يعني المصريين لا يحرجون، يعني معروف المصريين أنهم لا يخجلون إن فعلوا شيئا، يعني وبالعكس حتى هم إن كانوا يعني ينتقدون شيئا هم فعلوه يعني يقلبونه لنكتة. يعني الشعب المصري معروف. والعجيب أنه يتكلم فقط عن يعني فتح الحدود، ويقصد بالطبع أكيد مصر، لأنه لا هو مقاطع كما يقولون أو كما يدعون أنهم هم لا يعترفون بإسرائيل، وأنهم مقاطعون لإسرائيل، وأنهم تلك الهرطقات التي لا أساس لها من الصحة. طب فرضا يا سيدي سمح له حفتر وسمحت له مصر، وماذا سيعمل في المعبر اللي هو يعلم علم اليقين أنه يعني من تتحكم فيه من 7 أكتوبر هي إسرائيل. مصر ليست لديها أي سلطة تتحكم في إسرائيل من 7 أكتوبر. طب ماذا ستفعل مع الجانب الإسرائيلي؟ طب يا سيدي أنت لن تطلب من الإسرائيليين أن يسمحوا لك بإرسال مساعدات فرضا، ما الكويت معروفة بمواقفها مثلا وليست لها علاقات مع إسرائيل، ورغم ذلك ترسل مساعدات دائما للشعب الفلسطيني. لماذا لا تفعل مثل الكويت؟ طب لماذا لا تسلك طريق البحر؟ لديك البحر الأبيض المتوسط، باخرة حملها ونيشان على رأي المغاربة، نيشان تلقى راسك وصلت لبحر غزة. يعني رجل تمسح في القضية الفلسطينية ويحاول يعني أن يدغدغ مشاعر الشعب الجزائري. وصدقوني إن قلت لكم أن معظم الجزائريين هم يعلمون أنه يكذب أكثر مما يتنفس، هم يعلمون، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا شيئا لأنهم شواكر ولديهم الأنفة، وحتى لو رئيسهم غبي وحتى لو رئيسهم يكذب هم معه. هذه هي مشكلتهم، أنهم لا يتقبلون النقد من الآخرين ولا يحبون أن يظهروا بصورة أن من يحكمهم مهبول. هذه هي مشكلتهم. حاجة أخرى بنتكلم على هذا الرئيس المهبول، أنه بين لنا على أن المستشارين الذين يحيطون به هم أسوأ منه، لأن لكل رئيس مستشارين ولكل رجل يعني ليس يعني لابد أن يكون شرطا أن يكون رئيسا يعني يتهيأ لانتخابات برلمانية أو انتخابات جماعية أو منصب كبير في شركة أو لا أدري ماذا، يعني يكون له مستشارين يلقنونه ما يقول والنقاط التي يتكلم فيها، والنقطة الأولى والنقطة الثانية يرتبون له كل شيء وما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال. هذا الرئيس بين يعني على مستوى ضعف الدولة الجزائرية حقيقة، أن ليس لديه ناس ذو خبرة وذو كفاءات،
لأنها أن يطلع رئيس وهو لديه كما قلت مستشارين ويتكلم بهذه الهرطقات ويزيد في مشاكل مع أشقاء عرب ويعني ويعطي صورة سيئة إلى غير ذلك. هذا رئيس فعلا بين على المستوى الرديء الذي تعيشه الدولة الجزائرية، وأن فعلا ينقصهم الكفاءات وتنقصهم الخبرات وتنقصهم أشياء كثيرة. لهذا لا نسمع كثيرا أن مثلا أن جزائريين وصلوا لمراتب عليا مثلا في فرنسا أو في بلجيكا بحكم تواجدهم القديم في فرنسا، أو أنجزوا شيئا عظيما أو قلة. وهذه القلة خرجت أيام يعني قبل العشرية السوداء، خرجت من بوخروبة المعارضين والعشرية، ما تبقى خرج في العشرية السوداء فر بجلدته من الجزائر. أما من يوجد حاليا فصراحة بين لنا الرئيس تبون على أنه هو كبيرهم الذي علمهم السحر، وأنهم فعلا كلهم يشبهونه، بدليل أن الجزائريين اللي يطلعون معنا في أي جيست كذلك ينقز لك من موضوع لموضوع ولا يجيب على أي شيء باستفاضة ولا يتكلم بسلاسة. ونفس الشيء عند رئيسهم المهبول، كذلك ينقز من نقطة لنقطة ولا يعرف أن يتكلم باستفاضة، وله مشكل في المصطلحات. أنا لا أدري يعني اللي تريد معلش أخت مريم معلش يعني قال أتواعد يعني اللي أنت تقصدين أن الرجل جاهل ولا يوجد لديه يعني خلينا نقول بطانة أو مستشارين. هذا كلام الرجل يقول أتواعد بدل يقول أتعهد، يقول أتواعد بإرسال البناء المستشفيات. أتواعد، متى نقول كلمة نتواعد ومتى نقول كلمة نتعهد؟ رجل لديه مشكل في أي شيء، لديه مشكل في الأرقام. طب لما كب السطلة الباردة على الجزائريين وقال أنه سيرسل الجيش فقط من أجل بناء 3 مستشفيات في 20 يوم، هل المستشفيات تبنى في 20 يوم أخي بطار؟ احنا بتجربتنا في زلزال الحوز بني المستشفى العسكري في يومين. أنت تبني مستشفى في 20 يوم، تبني 3 مستشفيات في 20 يوم. ما هذه الأرقام وقلة الخبرة؟ يعني أن من يزودونه بالمعلومات هم كذلك ليسوا يعني يفتقدون للخبرة وللكفاءة وللمهنية. هذه كارثة تبين على الضعف. وليش ما قلت يا أخت مريم، ليش ما قلت إن كيدية عليه يقاعدين يكيدون عليه عشان ينزلونه مثلا من منصبه أو يشيلونه؟ لا ما في تنزيل، هو هذه العهدة عهدة له. يعني حتى قال ذاك الذي لا أطيقه بن زديرة قال استغفر الله على هذه الكلمة وأطلب من ربي أن يغفر لي وحاشا. يعني أنا عندما قال لو وقف أمام تبون عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق لفاز تبون بن زديرة. قالها وحاشا أن أقول ذلك على صحابة رسول الله واطلب الله أن يغفر لي، ولكن هذا ليست مقولتي، مقولة الرجل ليبين لك أنه هو الرجل الذي جاء على ظهر دبابة وفرض على الجزائريين لحراك دام لأيام في 2019. هو الآن له دور سيؤديه، وبعد ذلك خلاص ينتهي تبون. أصلا بلغ من السن عتية ومن الخرف عتية، والرجل فترته كانت كارثية. يعني لما كان يتحدث عن الإنجازات، أسمعت الإنجازات التي تحدث عنها مصيبة. يقول 51 لا أدري ماذا صناعية، وحدة صناعية. الرجل يكذب. استرجعنا ممتلكات من إسبانيا. ما هي الممتلكات أخي بطار؟ الرجل يكذب. كذبته مجلة لوفيغارو الفرنسية أنه يكذب. في 2022 كان في برنامج اسمه بودكاست على قناة الجزيرة القطرية، سأله المذيع على الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة، قال له استرجعنا 3 فنادق ولم يعطي الأسماء. راحت مجلة لوفيغارو، وأنا عندي المجلة موجودة عندي في التليفون، دققت ورأت شهادة الملكية للفنادق، وقالت أن الرجل يكذب وأن المستشاريه يعني جعلوه في صورة سيئة. قالت هنالك فندق واحد فقط وأعطت اسمه كان يمتلكه حداد اللي مسجون اللي كان في عهد بوتفليقة، وأنه باعه في عهد بوتفليقة لسيدة أعمال جزائرية، وأن الرجل يكذب لم يسترجع أي شيء وليس له أي شيء. الرجل كاذب، وكذب حتى في موضوع غزة وهو يدغدغ المشاعر، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستغل موضوع يعني جروح وآلام إخواننا في غزة. طيب ثواني أخت مريم، خلينا ناخذ هذا الشيخ لأنه يقول عندي تعليق على الموضوع. تفضل أخوي الشيخ. أنا سألتك نخلي لك المكان اللي حتى يا أستاذة مريم. أنا أحب تعلقي على هذه النقطة بالذات، بس خليني عشان بس ما يكون المايك معك لوحدك، فنحاول نخلي المايك يمشي على الجميع. تفضل أخوي الشيخ أو الشيخ. السلام عليكم الأخ بطار، شكرا على الاستضافة، وأحيي جميع المستمعين والناس اللي معنا في الجيست. صراحة أنا طلعت نعلق غير على الخطاب نتاع تبون.
فانا من وجهه نظري الشخصيه هو ما عندوش ناس يكتبوا له داك السكريبت ولا اعوان، ولا هو فقط واحد الانسان سكير كيطلع وعارف باللي يعني الناس اللي يتابعونه واللي يعني معاه في الحمله ديالو الانتخابيه ولا هذا يعني مجانين وسذج وتاخذهم العاطفه. يعني غير يقول لهم انني مع القضيه الفلسطينيه ولا نحن بلاد الشهداء ولا يعطي لهم انجازات وهميه يطبلوا له. يعني هذه راها معروفه دائما، وهذه معهد بوتفليقه. فانا صراحه يبقى فيها الحال كيفاش يعني واحد الكهل كهذا، واحد السكير، واحد الخامج بحال هذا عنده ناس يطبلوا له يوميا. وصراحة أنا ما نتكلمش على كامل الشعب الجزائري، ولكن هاد الناس الموالين لهذا النظام، هذا النظام الإجرامي ومع الأسف حنايا جيران مع هذا النظام الإجرامي. هذا هو اللي كنتحسر عليه، وكنحيي دائما الصداقة اللي كاينة ما بين المغرب والسعودية وهادو كاع اللي في الصورة، والإمارات، الأردن، مصر. أنا تمنيت لو كانوا هادو هما جيراننا، أنا تمنيت هاد الناس هادو بيناتنا المودة والخير والحب، ودائما دايرين اليد في اليد. ولكن هاد جيران هذا النظام وحتى الجزائريين اللي موالين لهذا النظام واللي يطبلوا لهذا النظام، انا كنزيدهم معاهم. انا ما عنديش ديك خوا معاهم. واكبر دليل العام اللي فات انا شخصيا كنت في السعيديه في ذاك النهار اللي هذوك الاخوان مساكين نعرفهم يسكنوا في الحي ديالي في وجده، مشاو بالغلط بالجيت سكي دخلوا للسعيديه قتلوهم، وواحد قبضوه من العام اللي فات وهو عنده نفس الشرط وطالبين فيه 100,000 دولار فدية. هذا نظام إجرامي، هذا نظام خاص يتحاكم، هذا نظام لا يشرفني ولا أرضى أنني أقول أنه جاري، ولكن قضى الله ما شاء فعل. هذا هو لعنة الجغرافيا، لعنة الجغرافيا. هذه هي. افضل لو كنا احنا جزيره وما نكونوا جيران مع هاد جيران السوء. حنايا هاد العام هاد الصيف اخي بطار واحد الجزائريين صرا لهم نفس المشكل نتاع المغاربه، دخلوا بالخطا للمغرب. والعام اللي فات دخلت سفينه جزائريه بالخطا للمياه المغربيه بالخطا، وما تعاملناش معهم هكذا. هذيك السفينه داروا لهم تسمح لي اذا قلت لك هذا سبب تماديهم؟ لأن الطيب الزايد أنا بالعكس أنا أحب وأقدر وأحترم الطيب الزايد من إخواني أهل المملكة المغربية، ولكن المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين. إحنا لو نبغى ناخذ موقف راح ناخذه من سنة 63 و62 والمواقف اللي نعم فضل. أنا متفق معك. أنا يا شخصيا لو كنت نحكم ننسفهم نسف. الملك انا كنشوف الملك نتاع المغرب واحد الانسان ما باغيش الحرب، ويمكن عنده قراءه اخرى. نعم الملك ولاة امورنا دايم للتوضيح، بس ولاة امورنا دايم نظرتهم مداها اطول من نظرتنا احنا. نتكلم من عهد الحسن الثاني. نعم، لانه اخي بطار واحد الاشكال، غير اشكال فقط من الحرب. لو كان المغرب ينسف نصف هاد جاره السوء، راه غادي يكونوا عندنا حنايا النازحين يوميا من الجزائر، راح يجيونا بالملايين، غادي نخلقوا مشكل اخر. يعني هذا غير مشكل من المشاكل. يعني ما يعني هذه كيف واحد الحبه في الوجه، الا حكيتها يسيل الدم، الا خليتها ديرونجيك. يعني كيف ما درت مشكل. هذا هو الاشكال مع هذا النظام. عندنا مثل السعوديه يقول اذا رفعتها في الشنب واذا نزلتها في اللحيه. هذه هي خليني ارحب باخوي ابو نوره. يا مرحبا. شكرا اخوان. لا إذا سمحتي أخ بطار عندي واحد ثواني يا حبيبي عادل، ثواني الله يحفظك، بس خليني أرحب بأخوي أبو نورة. شكرا حبيبي. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل أخوي عادل. أنا كان عندي تعليق على جوج نقاط ذكرتهم الأخت مريم، وتعليق على الأخ المغربي اللي تدخل قبل قليل. واحد الاول فيه واحد روح ديال الدعابه واللي خلى تبون انه يقول بانه يبني المستشفيات في 20 يوم، 3 مستشفيات في 20 يوم. هو بمثال النكته اللي كتقول بانه كان واحد السيده حطت 10 بيضات وطيبتهم في 5 ساعات، سلقتهم في 5 ساعات. فلما سولوها قالوا علاش دوزتي 5 ساعات باش طيبي 10 البيضات؟ قالت لهم ودي انا قريت بانه بيضه كطيب في نصف ساعه، فضربت نصف ساعه في 10 بيضات، خرج لي 5 سوايع وخليته 5 سوايع.
هي فكره حلوه ولكن الاداء للاسف سيء. لا، هي الفكره ان كاين بعض الرواد ديال السوشيال ميديا الجزائري كيقولوا بانه المعلومه خذها الرئيس الجزائري من عند الجيش الجزائري، اللي كتقول بانه راه هذيك عندهم واحد البروتوتيب، واحد النموذج ديال مستشفى ميداني اللي ممكن اقامته في 5 ايام. فهو شد 5 ايام وضربها في 3 خرجت له 15 يوم وزاد 5 ايام من عنده كهبه. هذه واحد. النقطه الثانيه هي انه على واحد تعليق على واحد، اذا فتحوا الحدود يعني زي ما يقولوا سمحوا انه تبدا يعني دخول الشاحنات في غزه، انا بصير احسن من الجزائر كلها. انا اتبرع خمس مستشفيات ميدانية. ترى المستشفى ما يكلف 20,000 واطباء يجونك اصلا متطوعين من الدول العربية والاسلامية من الصليب الاحمر، يجونك متطوعين، بس تحط لك كم غرفة ما تكلفك 20,000 ريال. انا اتبرع ب5 اكثر من الجزائر، اكثر من دولة فعلا. اكمل. النقطه الثانيه هي طرقت لها الاخت مريم، هو انه تبون غبي وهادي، وبانه النظام غادي يقدر يسوسو في اي لحظه. فنذكرها بانه بوتفليقه حكم ممكن واقيلا 8 سنوات او 6 سنوات وهو مقعد. فبالنسبه للنظام الجزائري الكائن اللي كنظن بانه اللي كنعرفوا كامل بان تبون ما هو الا انترفاس، يعني ما هو الا نافذه ديالو او الواجهه ديالو. في النموذج اللي عنده النموذج بانه سكير ولا يدري بالامور ولا عنده حتى ذره ديال الذكاء، فهذا هو النموذج اللي خدام لهم، او اللي من خلاله غادي يشدوا في الحكم اطول مده ممكنه. فهما راه ما غاديش يطلقوا منه ولو انه يبقى فيه عرق واحد. دونك هذا بالنسبه كرد على طيب استاذ عادل، انا اختلف مع الاستاذه مريم واختلف مع الاستاذه شغف في هذه النقطه، بس خلينا نشوف مداخله اخوي ابو نوره. تفضل اخوي ابو نوره. والله أنا ما أعرف سياق الحديث وشه بالضبط. نتكلم على موضوع عبد المجيد تبون وتطرقنا على نقطة أن الرجل مغيب واللي معاه مغيبين كمستشارين، وأنا أختلف مع أخواتي من أهل المغرب في هذه النقطة، أن الرجل هو مغيب، ولكن أن يكونون البطانة والمستشارين مغيبين لا، ولكن هم يبغون يحرجون أمام الملأ، يبغون أتوقع أنها كيدية، أتوقع أنها قاعدين يحاولون يحرجون دولة الجزائر بشكل عام أمام الناس. هذا اختلافنا في هذه النقطة. تونا احنا فاتحين بث أخوي بن نوره. والله يا أخي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما يكتبون له خطاب، قبل يعتمد الخطاب أنه يمر على 100 شخص. تخيل 100 خبير. ليش؟ تخيل حتى خبير رياضي في الرياضة لازم يقرأ الخطاب، وفي الاقتصاد وفي السياسة وما أدري إيش. ليش؟ لأنه هذا رئيس دولة، الكلمة لما تخرج منها تأثر. ممكن تطيح بورصة، ممكن تطلع بورصة، ممكن تسبب حرب، ممكن تسبب مشكلة، ممكن تسبب مشكلة داخلية صحية خارجية. فلما يجي رئيس أزمة مع دولة، نعم، لما يجي الرئيس الولايات المتحدة يلقي خطاب، يعد له خطاب، لابد يقول لك يمر على 100 شخص، 100 خبير يقرأ الخطاب هذا علشان يطلع خطاب متزن لا يؤثر بأي شيء أو يركز على جانب معين هم حابين يركزون فيه. كرئيس دولة المفروض ما يطلع ولا يتكلم إلا يكون الخطاب يعني تم مراجعته. أي رئيس دولة في العالم، يعني ترى على مستوى الدول حتى الصغيرة، يعني أي رئيس دولة إلا حقين الشعارات زي القذافي وصدام وعلي عبد الله صالح وذولا يخبصون الدنيا، ولا ننضم لهم الرئيس تبون. يعني قاعدين أحس أنهم يتكلمون بدون مراجعة، بدون ما في أحد يقرأ وراهم، لأنه ما كان يقرأ بورقة. يعني واضح أنه يعني يسوي نفسه أنه يعني هيرو بطل، وأنه هو اللي يتكلم وأنه عارف يتكلم. والمشكلة يقول لك البعير ما يشوف عواج رقبته. هذه مشكلة كبيرة. الخطاب بدايته أنا كنت أحس أنه كان راح يعلن الحرب والجيش، واتفقت مع الجيش ومدري إيش، وفقط يفتحون لنا الحدود
ومن هالكلام، فقلنا خلاص. قال لا ويسمحوا لنا، يعني الكيان لازم يسمح له بالدخول. لما يقول يسمحون ليش؟ للشاحنات مش للجيش، الشاحنات يعني ياخذ إذن من الكيان. بعدين قلنا ايش الخطاب القوي ذا؟ سوف، قلت خلاص تحررت فلسطين، نبني 3 مستشفيات في 21 يوم. يعني لو ان احنا نقول لو طقع احسن له يعني، وسكت. خلينا نشوف مداخلة أخت مريم. حبك اهو تشوف هذه او من ما 3 في ساعات. الكاميرا مو شغالة. طب دقيقة، الكاميرا شغالة الآن ولا شغالة؟ أيوة الجزائر، أي نعم. هاي الشرق الأوسط. الجزائر من 3 ساعات الخبر، الجزائر إبعاد وزير سابق عن حملة تبون بسبب خطأ جسيم. الخبر موجود اللي يبغى يقرأه. يعني تتوقعين يعني بسبب هرطقاته في الحملة الانتخابية لم تكن يعني موفقة أخي بتار. هرطقات يعني لأن كان انتقادات من عند الإخوة المصريين، وتكلموا حتى المعارضين المصريين اللي يعيشوا في تركيا يعني لم يعجبهم الحال. يعني قالوا له يعني لا تجعلنا، يعني لا تتمسح في مصر وفي غزة وتجعلنا حملة انتخابية. فأعتقد يعني الكلام يعني واضح. هذاك ليس السيد أبو نورة الرئيس يكون له مئات المستشارين ويمر الخطاب، ليس مئات المستشارين ولكن يمر الخطاب عبر جهات كثيرة يعني. فما بالك برئيس طلع وخطابه كارثي. حتى الذي كان قبل الحملة الانتخابية ب3 أيام كذلك كان كله كارثي. يعني أنت خاصك لما تعرف كارثي أو لا كارثي لا تنظر لنا نحن يعني المغاربة بحكم أنهم يعتبروننا العدو الكلاسيكي، ولا ننظر مثلا ماذا تقول العربية أو تقول الجزيرة أو تقول لا اعتمد على القنوات الفرنسية ماذا تقول، لأن هي حافظاهم مزيان. فهي لما تقول لك أنه الخطاب كارثي ويتكلموا على أن يعني ليس هنالك اتزان وسبق وكذبوه مثلا على موضوع الأموال المنهوبة، يعني هذا يبين على ضعف للمستشارين، ليس لديهم خبرة وليس لديهم كفاءات. وهذا يرجع لتربية العسكر. أنا خاصك تعرف أن كل من يشتغل تقريبا مع الرئيس هم أولاد العسكر. لا تنسى أنهم عندهم مدارس تسمى لا أدري تعرف أنت هذه المعلومة أم لا، تسمى بأشبال الأمة، يدخل لها الأطفال من سن 11 سنة، يعني يدخلون للجندية ويظلون فيها، يعني تكون مدارس داخلية ويظلون فيها هم يعني يمنعون من السفر، يمنعون من كل شيء، يعني وهم أطفال ليس في سن 15 سنة، من سن 11 سنة أقول لك 10 سنوات 11 سنة يحرم هؤلاء الأطفال من عائلاتهم، يعني ويكونون في داخليات من أجل يعني شغل الكنائس أخت مريم. هذه معروفة، لو أو عندي دليل أطلع لك. يعني هذه كان عملها أبو خروبة، هذه المدارس من عهد أبو خروبة. هم يقولون أنه عملها من أجل أولاد الشهداء لليتامى، ولكنهم يكذبون. هذه المدارس موجودة لغاية الآن، والآباء أحياء يأخذون أبنائهم للتسجيل في هذه المدارس. أنا أوريك أنا لماذا ذكرت هذه المدرسة، لأن من يحكم الجزائر نظام عسكري، وكل من يشتغل مع الكبرنات هم أولادهم من نفس جلدتهم، فبالتالي هذا يبين على ضعف هذا الجيش وعلى تكوينه، ضعف هذا الجيش وتكوينه. ونحن نعلم أن الجزائر ليس لديها خبرات، هم لا يستطيعون حتى إزالة السدود التي لديهم فيها مشاكل للتراب الواحل، للطين الواحل في السدود، عندهم مشاكل في كل شيء، ليس لديهم الخبرة حتى في شبكات المياه. من اللي خرجت الشركة الفرنسية يعني ومسكتها الجزائر، أنت تشوف مشكل المياه عندهم والكوارث اللي عندهم. هم فعلا يفتقدون الخبرات، هم معروفين أنهم شعب كسول، أكثرية يعتمدون على تلك المنحة التي مبلغها زهيد جدا لا تتجاوز 70 يورو، يعني ويعني هذه حياتهم. يا أستاذة معلش أنا بخالفك الرأي. تفضل. عندهم تكنولوجيا عظيمة، أنتم الظاهر ما تحبونهم. عندهم زراعة الحليب، يعني لا أعلم هذه تكنولوجيا عظيمة لازم نذكرها، زراعة حتى الحليب. نفكر نحن في المغرب أن نأخذ هذه التكنولوجيا منهم. يعني لا أي أحد يأخذ إلا أنتم. نحلب الشجر، تجينا عند الشجرة ونحلبها. كاينه تكنولوجيا اذكى من هذه اللي تكلمت عليها يا اخوي ابو نوع. في واحد جزائري اخترع آلة هذا لإلقاء القبض، قال لك على الجن المتنقل في البيوت. اوكي طيب ليش ما قبضوا على ابو خروبه؟ الجن. نعم
ابو خروبه يتنقل الان في الجزائر، بس خلينا نشوف اخوي هشام اذا عنده مداخله في الموضوع. تفضل اخوي هشام. برجع لك اخت شغف. انت اليوم يقولون عندك اخبار جميله صراحه، صرت تجيبين اشياء يعني تنافسيننا فيها. والله ما عرفت عليه ايش كتكلم بالضبط، لكن انا معك. تفضل اخوي هشام. مرحبا. انا نمشي في نفس السياق ديال اختي اللي تكلمت على المدرسه. هذا المدرسه اللي خلاها ابو خروبه، وبشهادتهم ان هذه المدرسه اخذوا فيها بنات ونساء الشهيدات الشهداء يعني بين قوسين، وعلمهم الرقص، وكان كيعلمهم الرقص. وهذوك الناس اللي كانوا تما في هذيك المدينه لما بنى ابو خروبه هذه المدرسه، بلاتي نجبد لكم الدليل عشان ما يكون بالصوت، ندير لكم غير الصوت، تسمعوا الصوت. ها هو الصوت، هذا الدليل، ها هو الدليل عندي. يا اخي ما ادري متى الجزائريين يتعلمون ياتون بالادله لكي ينفوا يا ينفوا كلامنا او يؤيدوا. والله بطاخي انا اليوم ضليت كنعطي في الادله وشبعت سبان اليوم. انا جاني اخبار عنك يا شغب، بس بعدين. ابو ترك اسمع. تفضل. هذا دليل من بنو جلتين على المدرسه اللي بنى ابو خروبه. على بالك باللي البنات اللي كانوا في تيانا، الشطاحات تاع تيانا، تاع البالي تاع تيانا، اسك على بالك كلهم بنات شهداء؟ هذا نور الدين بكروح صح؟ بنات شهداء. علاش كلهم بنات شهداء؟ كلهم. وعلاش؟ بومدين في الحقيقه. هذا ماشي نور الدين بكروح، لا هذا نور الدين ايت حموده. لا هذا عميروش، هذا حفيد عميروش. ولد عميروش. نور الدين ايت حموده ولد عميروش. ولد عميروش هذا. طيب يلا خليه يكمل. هذا كوموندير هذا لودخل. سمعوا. ما كلهم بنات شهداء؟ كلهم بنات شهداء. وعلاش؟ كلهم بنات شهداء كلهم. وعلاش؟ بومدين اللي في الحقيقه ما دارش القرة. بومدين ما دارش القرة؟ كان في مروك. كان في المروك كما كانوا كاع الناس في تونس وكانوا في المانيا وكاين هنا. كاين مجاهدين كانوا في الخارج. ديال هذوك ماشي مجاهدين، هذوك سي دي سابور بومبيي قعدوا تما كيستناو الاستقلال وانت تخلص ويجيو. هذا راي، ولكن الراي الغالب يقولوا بلي هذوك هم اللي كانوا الساند تاع الثوره. كانوا يجريو، كانوا يجيبوا، كانوا يجريو ومن بعد نشوفوا على ماشي يجريو، ومن بعد نشوفوا على ماشي يجريو. في وقت الثوره انت الثوره كما يقولوا النار في تلمسان والماء في قسمتينه. نرجعوا ليها. دونك بومدين الى كريي ليكول دو دونس تاع بنات شهداء. ماشي تاع بنات شهداء، ليكول دو دونس تاع ماشي الخرجه تاع الجي لا مدرك، ماشي لا مدرك من جهه اخرى قدام. نسيت المنطقه هذيك. شكون هذا الجزائري اللي يبعث بنته باش تشطح؟ ما صابش واش يدير، دا بنات الشهداء باش يعلم لهم الشطح تما. لي فام دو ميناج، لي فام شهيد كانوا عندهم 20 21 سنه 23 سنه في عمرهم، تخدموا من فام دو ميناج. المهم هذه شهاده حفيد عميروش. نور الدين ايت حموده. سابيل نور الدين ايت حموده. هذا مو بوزير التجاره؟ لا هذا حفيد، هذا ولد عميروش. معروف عميروش. المهم الشهاده ديالو ان هذه المدرسه اللي قالت اختي المغربيه، هذه المدرسه اللي قال انها مدرسه الرقص، وكان كيدخل لها بنات الشهداء لان في هذيك الوقت ما كانوش الناس كيبغيو بناتهم يشطحوا. مشى جاب بنات الشهداء ونساء الشهداء وعلمهم الرقص، وهذوك الشطاحات كان يديهم الفرنسيين يشطحوا، وكانوا يديروا بهم الحفلات الماجنه. لكن بنات الشهداء خلوهم رقاصات يعني. السلام عليكم. تعقيب بسيط على هذا الشيء اللي قال الاخ. هو عدل المايك عندك يا جنرال مغربي. ثواني بس الله يحفظك. عدل المايك عندك. تعمد اذلال بنات الشهداء، عائلات الشهداء. نعم، تعمد اذلال عائلات الشهداء حتى انه قتل شخصا يسمى طاهر. هل تتذكر قصه طاهر خيب التار الذي اتى وقال له انه سيطهر يعني العسكر من احفاد فرنسا. تتكلم على محمد شعباني؟ محمد شعباني، ايوه، حين قال له سأطهر
طهر الجيش من الضباط المنحدرين من فرنسا تماما. وكيف وقال كان له رد بخروبه؟ وقال ابو خروبه من هو طاهر بن الطاهر اللي في التسجيل وشو ذا من هو؟ هذا اللي في التسجيل هذا حفيد عميروش، هذا اسمه نور الدين أيت حمودة، كان برلمانيا في الجزائر وكانت عنده يعني مواقف معارضة لأحفاد فرنسا، وتم اعتقاله ل4 سنوات، وبعد ذلك تم إقصاؤه من الحقل السياسي في الجزائر. من حفيد أكبر ولا أبرز يعني الشهداء في القضية الجزائرية. يعني كان شهيد وهذا ابنه أخي بطار، وزيادة هذا يعرف عميروش كان قائد الولاية السادسة إذا أنا ماني بغلطان. يعني الحين هو قال شهادة الحين. عرفت يا أستاذ، بس عشان الفيديو دائما يحضر البث عندي. هذا الرجل هو من تكلم عن قضية الأمير عبد القادر وعملوا عليه ضجة كبيرة لما قال أنه كان يتلقى. نعم. والشهداء كذلك. هو اللي كذب عدد الشهداء، قال أنهم لا يتجاوزون 400,000، وتكلم عن الأمير عبد القادر أنه هو من سلم الجزائر بالحرف، قال أنه هو من سلم الجزائر لفرنسا، وأنه ضمن يعني كانت لديه من الثروة ما يجعله أمير، وأنه ضمن له ولأحفاده من بعده دخلا شهريا من فرنسا. يعني داروا عليه مسكين حملة لا حول لا قوة إلا بالله. وعندك برقعة، حتى برقعة قبل أن يموت قال لهم يعني أن كان يتكلم عن الجيش الجزائري على أنه ميليشيا، كان لا يعترف بأنه جيش منشق. يعني الكلام اللي سمعناه قبل شوي قال كل الكلام ذا وإحنا ما سمعناه، ما سمعته. أطلع لك الفيديو ديال الأمير عبد القادر. لا هو طبعا هذا أبو نورة، أنا أعرفه هذا الرجل السياسي. طبعا هو تكلم مو هو في مقطع واحد أو قناة واحدة، هو تكلم في كذا قناة. أنا عندي له كذا تسجيل. تكلم عن أبو خروبة، هو طبق الأصل خائن لفرنسا ولم يطلق طلقة واحدة ضد الجيش الفرنسي، وأنه لم يخوض حرب ضد الجيش الفرنسي، وأن الأمير عبد القادر خائن، وأن الشهداء كذلك عددها كذب. يعني كان رجل يقول الحقائق فسجنوه وابعدوه عن السياسة، وهو أساسا عميروش هذا شهيد، يعني كان مقاتل حر، كان يقاتل الفرنسيين. اخي بطال بالنسبه ممكن اخت انا غير دقيقه اذا سمحتي اخ مغربي، انا غير تفاعلا مع الصوره اللي عندك في الواجهه اخ بطار. تفضل. عندي تأصيل للعلاقة ديال إيران والجزائر، وعندي ما يثبت.